ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الطحينة الخام. هنعملها بكل التكات والتفاصيل اللي هتخلي الطحينة تطلع معاكم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بالأمانة كده خطيرة، اللون فاتح وكمان القوام مظبوط، ومهما قعدت عندك عمرها ولا هترسب معاكي ولا هتفصل معاكي وتتكتل، هتفضل بنفس القوام كده. وهنعملها كمان بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية، يعني موفرة عن لما هتشتريها من بره. يعني عشان تشتري الكمية دي من بره هتشتريها أضعاف أضعاف. احنا النهاردة هنعملها بنص تمن ما هتشتريها من بره. بالأمانة أنا الطريقة دي معتمداها أدي لسنين ودايما بعملها، وأحلى طريقة. فيلا بينا كده نشوف هنعملها ازاي مع بعض واحدة واحدة. اول حاجه لازم تكون اساسيه معاكي في الطحينه بتاعتك لون السمسم. كل ما كان السمسم بتاعك فاتح الطحينه بتاعتك هتبقى فاتحه. فانا هنا معايا السمسم ني، لكن لو محمص هتكون الطحينه بتاعتك غامقه شويه. طيب المعيار اللي هنعاير بيه، لازم نعاير بيه كل المكونات هو. مش تجيبي كوبايه صغيره وبعد كده كوبايه كبيره، لا، نفس معيار الكوبايه اللي هنعاير بيه السمسم. وكمان هنعاير به الدقيق وكمان الزيت. والزيت بتاعك لازم يكون نوع نظيف وريحته حلوة، لأن طبعا كله هيبقى عني. فلازم الريحة بحيث لما يقعد ويطول معاكي ما تبقاش الريحة كده غير مستحب. فأنا معايا سمسم، معايا دقيق، معايا زيت، ودي المكونات بتاعة الطحينة بتاعة النهاردة. هنبدأ بقى نجيب الطاسة بتاعتنا وهبدأ أعاير. أنا هنا هعمل كمية كبيرة، انت طبعا ممكن، انا كاتبالك مكونات الكوب الواحد لكن انا هعمل هنا كوبايتين. انا بعمل كمية كبيرة بحيث تكفيني فترة الصيام كلها، ما اضطرش ان انا اعمل تاني في النص، لان طبعا انتوا عارفين الطحينة يعني تبقى حاجة اساسية كده ومقبلات، يعني بتفتح النفس على الاكل. فانا عملت كوبايتين من السمسم الني مش متحمص، السمسم لونه فاتح، وكمان عليهم كوبايتين من الدقيق، نفس المعيار اللي نعاير بيه كل المكونات بتاعتنا. كوبايتين وكوبايتين. بس كده، حابة تعمل اكتر من كده تمام، حابة تعمل اقل من كده تمام. الزيت مش عايزينه دلوقتي، هنركنه على جنب. هنقلب السمسم مع الدقيق كده تقليبة كويسة، وبعد كده هنروح بيهم على البوتاجاز. دي خطوة برضو مهمة لازم تخلي بالك منها، النار بتاعتنا بتكون وسط. ما بعليش النار عشان انا مش عايزة احمص السمسم والدقيق، انا عايزة بس اسخنهم واطلع منهم الرطوبة. فانا هبدأ اقلب فيهم كده حبة على النار لغاية ما يسخنوا معايا. طيب امتى بقى اعرف ان هو خلاص كده اشيله من على النار؟ هتبدأ تقلب كده 5 دقايق وبعدين تمسكي بقى حبة من الخليط ده بايدك. لو ايدك استحملته يبقى لسه كده عايزة شوية، لو لقيتيه ساخن على ايدك يبقى كده تمام. فانا هنا شفت اهو، حسيت ان هو لسه برضو يعني دافي، احنا عايزين نسخنه تسخين جامد، فخليته كمان كده على النار حوالي 5 دقايق. ولازم تكون ايدك فيها كده تقليب على طول عشان ما يتحركش معاكي. بعد كده برضو بايدي كده اخدت شوية، فكده خلاص هو سخن معايا، هشيله من على النار. طيب بعد ما تشيليه من على النار، ابدأي برضو قلبي فيه كده شوية علشان سخونة الطاسة ما تحرقش معاكي الدقيق ولا السمسم، او يا اما تنقليهم في بولة تاني. بعد ما قلبتيهم حبة كده وخلاص حرارة الطاسة هديت معاكي، هبدأ بقى أطحنه وهو لسه ساخن. كل ما كان ساخن معاكي في الطحن هيبقى أسهل. فهتيجي بقى في الكبة أو في المطحنة بتاعتك، أنا المطحنة بتاعتي كانت بايظة فاضطريت إن أنا أستعمل الكبة. والغمجان اللي في الكبة ده لون مش وسخ، لأن أنا طحنت فيها توابل فأخدت لون معايا، واستعملت حاجات كتير عشان أرجع اللون الطبيعي ما رجعش معايا. فلو انت عندكم وسيلة ان انا ارجعها لونها الطبيعي فقولوا لي عليها كده في الكومنتات. تمام. بدأت اطحن السمسم والدقيق كده في المطحنة بالشكل ده. تفضلي تطحني فيه، يعني تشغلي حبة تفصلي حبة تشغلي حبة تفصلي حبة عشان المطحنة بتاعتك ما تتحرقش. وتبدأ كده تطحني لغاية شايفين القوام بقى عامل ازاي، اتكتل معايا كده وناعم كله مفهوش ولا حباية سمسم صاحي. دي اهم خطوات عشان الطحينة تطلع معاكي القوام بتاعها ناعم ومظبوط. شايفين النعومة بتاعته كتل كتل كده، ده دليل على انه خلاص اتطحن كده على الاخر وناعم معاكي. في طحينة بتتعمل من غير زيت خالص، في طحينة بتتعمل من غير دقيق خالص. بس بالأمانة الدقيق هنا مش بيبان خالص في الطعم. هتقولي طب كمية الدقيق كتير، هقول لكم بالأمانة عادية جدا، ما بيبانش طعم الدقيق، كله بيبقى طعمها زي اللي بتشتروها من بره، مش بتفرقوه عنها. وكمان اللون والقوام. هنا انا كده طحنت
الطحينة معايا بجيب بودرة، ممكن تحفظيها ببرطمان وهي بودرة زي ما هي كده وتخليها في التلاجة، ولما تحبي تاخدي منها تاخدي حبة حبة وتحليهم بالزيت الأول وبعد كده بالمية. وده حلوة جدا للناس اللي بتعمل دايت اللي هي مش عايزة فيها زيت كتيرة. ودي طريقة سهلة برضو بسيطة، بس أنا النهاردة هعملها معاكم اللي هي السايلة الخام اللي بنشتريها زي بتاعت بره بالظبط. دور المطحنة خلص، هنجيب بقى شفشق الخلاط وهضيف فيه كل كمية الزيت، دول كوبايتين بنفس المعيار. هنزل عليهم بنص معلقة صغيرة كده من الملح. الخطوة المهمة اللي هتخلي الطحينة ما تفصلش معايا مهما قعدت عندي ولا تتراكم كده من تحت في البرطمان، اللي هي اضرب الزيت الاول كده في الخلاط من غير اي اضافات، يعني ما ضفتش عليه الطحين. يا دوبك حطيت الملح، والملح كمان كنت تضيفيه على الطحينة يعني، بس انا حطيته ينضرب مع الزيت. شايفين اللون؟ كثافة الزيت قلت وبقي لونها كده فاتح. دي الخطوة دي مهمة جدا، لازم تعمليها لأن هي اللي هتخلي الطحينة معاكي سايلة طول الوقت ومش متكتلة كده ولا مترسبة في البرطمان. بعد كده هابدأ أنزل بقى بالطحينة اللي هي البودرة اللي احنا طحناها دي حبة حبة، ما تضيفيهمش مرة واحدة، لا انزلي بيهم حبة حبة كده وشغل الخلاط اضربي، وبعد كده كملي كمية الخليط واحدة واحدة. ويعني كده بالراحة في الضرب عشان الطحينة تنعم معاكي ويكون قوامها كله كده واحد، ما فيهاش حتت مطحونة وحتت لا، تكون كلها كده قوام واحد. انا خلصت كل الكمية اهو بالشكل ده. بالأمانة طريقة سهلة وبسيطة وكمان موفرة واقتصادية. يعني أنا عملت كده حوالي ربع كيلو سمسم على ربع كيلو من الدقيق، شوفوا عامل معايا كمية قد ايه. شايفين القوام ده كده حلو جدا. لو انت عايزة القوام أتقل من كده هتقللي كمية الزيت، هتخليها كوباية ونص بدل كوبايتين. عايزاه أخف من كده هتزودي كمية الزيت. بس هو القوام ده حلو جدا. وما تنسوش كمان الطحينة لسه ساخنة من الضرب، فالقوام سائل، كل ما هتقعد وتبرد معاكي هتلاقي القوام بقى أتقل من كده. شايفين بقى اللون وشايفين القوام بتاعها، وبالأمانة ريحتها تحفة، أحلى من بتاعة بره. حاجة كده نظيفة انت عاملاها بإيدك في البيت وكمان موفرة. شوف انت لو هتشتري الكمية دي كلها كده من بره هتشتريها بكام؟ انت عملتيها 3 أضعاف. يعني أنا الشفشق ده ملا برطمانين من البرطمان الأولاني ده اللي احنا مليناه، يعني عملت 3 برطمانات من كوبايتين سمسم وكوبايتين دقيق وكوبايتين زيت. هتقولي لي الدقيق كتير، عادي ممكن تقلليه، بس صدقوني مش بيبان خالص في الطعم، وطعمها بيبقى تحفة وخطيرة. هتحفظيها بقى في برطمانات نظيفة وتكون متعقمة، وهتحطيها في التلاجة. وقت ما هتعوزي هتاخدي الكمية اللي انت عايزاها طلبك وهتفكيها بالمية وتضيفي عليها التوابل بتاعتك. وانا عملت معاكم قبل كده كتير وصفات للطحينة، سلطة الطحينة. الوصفات كلها هتلاقوها موجودة على القناة لو انتوا حابين تشوفوها. وبس كده، دي كانت الطحينة بتاعتي وعلى طريقتي، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. واستنوني في وصفات جديدة وافكار جديدة مع مطبخ وافكار صون. احلى طحينة ممكن تعملوها في البيت، فيلا كده اعملوها وجربوها وقولوا لي ايه رأيكم، واكتبوا لي في الكومنتات. ويلا كده ادعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير. باي باي.